من نسله إلى يوم الدين. لا يمكن أن تقبل هذه الحقيقة الضخمة الكبيرة من دون دليل. فما الدليل؟ ودليلنا كثير جدا وكبير جدا ومتعدد ومتنوع. أعطيني الأبرز الأدلة. أبرز الأدلة من القرآن. أيوة. من القرآن وكذلك من السيرة، من سيرة النبي صلى الله عليه وآله. لأن علي بن أبي طالب هو الرجل الوحيد من المسلمين الذي لم يسجد لصنم ولم يظلم نفسه بالشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم هذا الظلم لا يمكن أن يكون من سجد الصنم أن يكون إماما للناس بعد رسول الله. والآية تقول، والآية الأخرى تقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وأبرز أنواع الظلم هو الشرك. الشرك سواء كان في حال في زمن قبل الإسلام، بعد المهم حالة الشرك التي تتلبس في الإنسان. فعلي بن أبي طالب هو الرجل الذي اختير واصطفي لرسول الله صلى الله عليه وآله قرين وامتداد. ولو راجعنا السيرة النبوية الصحيحة لرأينا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان له اهتمام خاص بعلي، ليس من باب القرابة والعاطفة، لأن رسول الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وإنما من باب الإعداد الرباني، الإعداد الرباني لهذه المهمة. تتحدث الآن عن فضائل الإمام علي كرم الله وجهه، ليس فضائل فقط، وعن علاقته الخاصة بالنبي، العلاقة الخاصة المتعلقة في الإعداد للإمامة. طيب هل وجد نعم في نصوص الإسلام ما يفيد صراحة؟ قد يكون هناك أمور تفيد بالإمام، لكن هل لديك ما يفيد صراحة لو راجعنا نصا واحدا أنه هو الحاكم على المسلمين؟ لو راجعنا نصا واحدا ذكره المسلمون في كتبهم أيوة وفي تواريخهم، ونكتفي بالكامل لابن الأثير نعم في حديثه وأنذر عشيرتك الأقربين، عندما يتحدث عن حديث الدار يوم الإنذار قال يا علي اجمع لي بني عبد المطلب، فجمعه لهم ثم صنع لهم طعاما وشرابا ولبنا، ثم وقف فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال جئتكم بخير الدنيا والآخرة، لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل أن وراءه خيلا تريد أن تغزوكم هل أنتم مصدقية؟ قالوا ما عهدناك كاذبا. نعم. ثم قال من منكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي. هذا نص التعبير في كتاب الكامل، وفي غير من الكتب التاريخية والسيرة والتفاسير كذلك. وهذا يعني لم يقم له إلا علي، أنا يا رسول الله. طيب هذا يعني حسب تفهمك لهذه النصوص أن عليا اختص بأن يخلف النبي، أن يحكم بعده، وما الدليل أن هذا أيضا ليس يحكم بالمعنى السياسي المصطلح للحكم. وإنما احنا نفهم الإمام هو الذي يمتلك النور، يمتلك إنارة الطريق، هو الذي يحمي القانون، يستوعب الإسلام رسالة وتشريع وأحكام وأخلاق، فهو الممثل الطبيعي سواء حكم بالمعنى المصطلح أو لم يحكم. وما الذي وما هو الدليل أن هذا أمر أيضا متوارث في نسله إلى يوم القيامة؟ لا أبدا، ليس إلى يوم القيامة، وليس على نسله كيفما اتفق، وإنما هناك أناس منصوصون معينون مختصون بهذا. ولذلك احنا عندنا كثير بعض أهل البيت يسمى جعفر الكذاب. جعفر الكذاب أخو الإمام علي الهادي، نحن نسميه جعفر الكذاب، وليس لنا ما هي القاعدة في القاعدة هي النص، ونحن أتباع النص والدليل. هل هناك نص ينص على الأئمة في تسلسلهم؟ نعم. وما هو هذا النص؟ هناك نصوص كثيرة تؤيد عليهم إجمالا، وبعض النصوص تؤيد واحدا، لأنه إذا ثبتنا القاعدة الأولى أن علي بن أبي طالب هو الممثل وهو الخليفة، فهذه إذا كانت صحيحة فعلي بن أبي طالب أوصى للحسن والحسن الحسين وهكذا. والأخير قبل أن يرد البلوشي، هل يوجد هل أول شيء ما حجم ما أهمية ما وزن ما قيمة هذه الوصية في فهم الدين؟ هل هي أصل من أصول الدين؟ احنا نسميها أصل من أصول المذهب. أصل أصول الدين عندنا ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. وأما العدل والإمامة فهي أصل من أصول المذهب، لأن العدل اختلف فيه الناس منذ زمن طويل في قصة المعتزلة والأشاعرة. والعدل هل هو دليل عقلي أو شرعي؟ فنحن ثبتناه كأصل، لأنه هناك نظريات فيها نوع من البشاعة لفهم العدل لله سبحانه وتعالى، فقلنا هو أصل عندنا، ولكن أصول مذهبنا ولا نفرضه على الآخرين. وأما أصول الإسلام الأساسية ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. وأما الإمامة والعدل فهي من أصول المذهب التي نعتقد بها نحن ولا نفرضها على المسلمين. هل اقتنعت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالعلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال تعالى في كتابه الكريم: لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكل حزب بما لديهم فرحون. نرجو من الله تعالى أن لا نكون من المفرقين، إنما من الدعاة إلى كتاب الله وسنة رسوله. وما وعد به دكتور موفق بالأمس أنه يأتي بالرواية من البخاري ولم يأتي اليوم، فأضرب الصف عنه، لا هو ولا غيره لا يثبت حديث الولاية من كتاب البخاري. أما قول الشيخ حسين بأن الإمامة امتداد للنبوات، ووجه استدلاله بالآية أن ذرية بعضها من بعض، أنا لا أفهم هذه الآية بهذا الطريق إطلاقا. إيش دخل الآية التي تتعلق بآدم عليه السلام وبإبراهيم عليه السلام وبأنبياء بني إسرائيل عليه السلام بذرية محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني ولكن فهو كلامه يعني أن النبوة لم تنتهي، وهذا هو مغزى كلام الشيعة، أن النبوة لم تنتهي إلا بالمسألة عن البيت. ونحن قلنا إن القاديانية والبهائية خرجوا من الدين وارتدوا من الدين لأنهم صنعوا نبيا واحدا، فكيف بمن صنع 12 نبيا ولكن سماهم أئمة، وعلما أنهم يعتبرون أن الإمامة أفضل من النبوة وبل أعلى من النبوة كما ذكرنا بالأمس. إذن